يا ترى ايه العلاقة بين المعلم جعفر العمدة وابنه سيف وأليك جيفريز؟ الحكاية بدأت في 1980 لما أليك جيفري كان في المعمل بتاعه شغال على أبحاثه في مجال الجينات. بعد كده اكتشف حاجة اسمها الدي ان ايه فينجر برينتنج أو البصمة الوراثية، واللي بعد كده هيستخدمها في إنه يقدر يقارن الدي ان ايه لأشخاص مختلفة ويشوف العلاقة بينهم وبين بعض. الدي ان ايه هو الشفرة الوراثية اللي بتنقل وتترجم الصفات الوراثية الخاصة بالكائن الحي، واللي بتتكون من 4 قطع أو بلوكات، واللي بنرمز لهم بالرمز A و T و C و G، اللي ارتباطهم مع بعض بطرق مختلفة بيكون عبارة عن شفرة وراثية بتكسب الانسان صفه معينه. 99% من الدي ان ايه متشابه في البشر ما عدا 1% بس، ودي اللي اكتشفها أليك جيفري، ودي اللي هنشتغل عليه في التقنيه بتاعت 1% ممكن تتشابه في حاله معينه. قول لنا عليها في الكومنت. اول مره في التاريخ تم استخدام التقنيه دي كان عشان يثبت نسب طفل لامه. اللي حصل ان كان في عيله هاجرت من غانا وراحت بريطانيا واستقرت هناك وبقوا مواطنين. بعد فتره ابنها رجع غانا تاني وحاول يرجع بريطانيا، السلطات منعته لانه ما كانش معاه ما يثبت الشخصيه. بعد كده حاولت السلطات تتاكد ان فعلا الولد ده ابن ست اللي في بريطانيا مش ابن اختها اللي عايشه في غانا. اللي حصل ان المحامي بتاع العيله كلم أليك جيفري وقال له عايزين نجرب التقنيه بتاعتك. بعد تجميع العينات من الطفل والام والثلاثه اخواته، فعلا الدي ان ايه اثبت ان الطفل ابن الست دي، وان الثلاثه اخواته بيتشاركوا معاه في نفس جينات الاب. والطريقه دي بتتم عن طريق اننا بنجمع عينات من الاشخاص سواء كانت دم او شعر او غيره. بعد كده بيتم استخلاص الدي ان ايه الموجود في العينه دي، بنحط عليه انزيمات قاطعه تقطع الدي ان ايه لقطع صغيره. بعد كده بتعدي على حاجه اسمها جيل الكتروفليسيس اللي بتبدا تقسم الباندز بتاع الدي ان ايه على هيئه سلم حسب الحجم بتاعها، اللي بعد كده بيتم صبغها او وضع علامه علشان لما نحطها على فيلم نقدر نقارن الدي ان ايه بالدي ان اللي احنا عايزينه. ولو كان عدد المصاطب الموجوده في العينه بتاعه الدي ان ايه بتساوي عدد المصاطب اللي موجوده في العينه بتاع الشخص وفي نفس الاماكن، يبقى الدي ان ايه بتاع نفس الشخص. وبعد نجاح تقنيه الدي ان ايه فينجر برينتنج في انها تحل اكتر من لغز، فعلا تم الاعتراف بها وبدا يتم استخدامها بصفه واسعه في مجال الطب الشرعي. وما تنساش دعمنا بانك تعمل لايك وشير عشان المحتوى يوصل لعدد اكبر، وما تنساش